المضادات الحيوية التيفود أو التيفويد فيفر كان ممكن تقتل بسبب عدوى في الدم، والسل أو التيوبركلوزس كان من أكتر أسباب الوفاة في العالم. التهابات الجروح بعد أي عملية بسيطة كان ممكن تنتهي بوفاة. حتى الالتهاب الرئوي كان بيقتل ناس كتير. ومع اكتشاف المضادات الحيوية الدنيا اتغيرت خالص. أمراض كانت بتموت بقت بتتعالج، العمليات بقت أمان، ومتوسط عمر الإنسان زاد. ببساطة المضادات الحيوية أنقذت ملايين البشر. بس المشكلة إننا استخدمناها غلط. بناخد مضاد لدور برد فيروس مش بكتيريا، بنوقف العلاج أول ما نتحسن، بناخد مضاد حيوي من نفسنا، أو نستخدم أقوى نوع مضاد على طول حتى مع العدوى البسيطة، وده خلى البكتيريا تتعلم وتقاوم. يعني إيه مقاومة؟ خلينا نبص على مصر. آخر داتا لقيتها سنة 2021، وغالبا دلوقتي ممكن تكون الأعداد اتضاعفت. في الوقت ده اتسجلت حوالي 15500 حالة وفاة سنويا بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات بشكل مباشر، وأكتر من 52000 حالة مرتبطة بيها. يعني المشكلة مش بعيدة عننا، دي حوالينا فعلا. وفي أنواع بكتيريا بقت مقاومتها عالية جدا في مصر أو في زيادة مستمرة. والخطر الحقيقي لو الموضوع كمل على كده ممكن علاج مرض زي السل يبقى صعب جدا. عدوى بسيطة بعد عملية ممكن تبقى خطيرة، وجروح عادية ممكن ما تخفش خالص. يعني ممكن نرجع لزمن العدوى فيه كانت أقوى من الطب والعلاج. طيب دورك إيه؟ الحل مش معقد بس محتاج التزام. عاوزة مضاد حيوي من فضلك. مش كل تعب محتاج مضاد، بس كل استخدام غلط ممكن يخلي يجي اليوم اللي مفيش مضاد حيوي هينفع يشتغل تاني. لو لقيت الحلقة مفيدة شيرها للناس اللي تعرفهم، يمكن تقدر تساهم في تقليل المشكلة وتحمي ولادك والناس كلها من كارثة البكتيريا المميتة اللي ممكن تضيعنا كلنا. ولو وصلت لحد هنا فأشكرك على المشاهدة، وافتكر تشترك في القناة، وأوعدك هتلاقي معلومة جديدة تخص صحتك. دمتم بصحة وشباب متجدد.